تشكيل الاهلي الافضل او المتوقع لمواجهه الاسماعيلي في الدوري بكره ان شاء الله. مهم جدا في التوقيت ده في الموسم ان احنا نقسم المرحله. مهم جدا ان احنا نبقى عارفين ان احنا في الدوري مفيش عندنا استعداد ان احنا نخسر نقاط. ومهم جدا ان احنا نبقى عارفين ان لازم اللعيبه كلها تبقى جاهزه، وفي لعيبه محتاجه ترتاح، وفي لعيبه محتاجه تدخل في اجواء المباريات. وفي كل ده لازم تكسب كل الماتشات. في ظل كل ده مش مطالب منك غير المكسب فقط لا غير. مفيش اي نتيجة تانية ممكن نقبل بيها علشان تعمل ضغط على بيراميدز، وعلشان تقدر ان شاء الله توصل لافريقيا بترتيب الدور الاول، وتقدر ان شاء الله كمان تاخد الدوري. في التشكيل المتوقع في بعض اللعيبة لازم نريحها، وبعض اللعيبة لازم تاخد علشان تجهز. وفي حراسة المرمى موجود مصطفى شوبير كالعادة باك يمين. لازم بكرة ان شاء الله ندي لعمر كمال. عمر كمال مفيش افريقيا يبقى يلعب في الدوري. عمر كمال في مباراة زد كان نجم اللقاء، بيلعب عرضيات بيمينه وبشماله وقدم مباراة قوية جدا. فوجود عمر كمال في مركز الباك اليمين هيفرق كتير جدا. منه بتجهز عمر كمال، وفي كل ماتشات الدوري لازم عمر يلعب. ومنه بتريح محمد هاني للماتشات الافريقية او للنهائي الاهم اللي هيكون في نهاية شهر 5 او في يوم 18 ويوم 25. في قلبين الدفاع محمود متولي، لازم محمود متولي يجهز. لازم رامي ربيعة يرتاح. ولازم بعد عودة ياسر إبراهيم كمان يدخل ياسر إبراهيم مع محمود متولي. لازم يكون في نوع من الجاهزية لقلبين الدفاع. فمحمود متولي مع محمد عبد المنعم في المباراة دي هيكونوا أفضل من رامي ربيعة اللي لازم يرتاح. حتى لو رامي الماتش اللي فات قدم أداء جيد، محتاج تريح رامي، محتاج تجهز محمود متولي. باك شمال علي معلول. في نص الملعب أكيد مروان عطية راجع من إصابة، وأكيد محتاج إن هو ياخد. وطبعا عارفين إن كولر بيلعب باللاعب وهو سليم بنسبة 100%، ومروان جاهز وسليم. إذا مروان في مركز رقم 6 في نص الملعب. إمام عاشور شفناه المباراة اللي فاتت لاعب في مركز رقم 8 ناحية الشمال، وقدم أداء جيد جدا وفرق معانا لما نزل. فإمام عاشور محتاج إن هو ياخد إن شاء الله ويكون موجود في المكان ده. ومنه بتريح أحمد نبيل كوكا. في مركز 8 ناحية اليمين شفنا مستوى السولية ما كانش في أفضل حال، لكن عندنا قفشة لما بينزل بيصنع الفارق. فموجود قفشة ممكن تلعب بيه في نص الملعب ناحية اليمين في مركز رقم 8. في الثلاثي الأمامي لو وسام أبو علي جاهز ومفيش أي مشكلة عنده بعد الإصابة اللي تعرض لها في ركبته اليمين والشمال، ولما يعني ظهر عليه دم من ركبته، فممكن تريح وسام. لو هتلعب بوسام يبقى مفيش مشكلة. وفي مركز الجناح اليمين انت محتاج ان انت تدي لحسين الشحات، علشان دي نقطة قوة مهمة جدا موجودة في الاهلي. وجود حسين الشحات في مركز الجناح اليمين هيفرق مع الاهلي كتير جدا. كمان في مركز الجناح الشمال حتى لو احمد عبد القادر ماشي بشكل كويس، فانت عندك موهبة زي رضا سليم ما ينفعش ان انت تستثناها من اللعب، ما ينفعش ان انت تقتصر دوره. وموهبة زي رضا سليم وامكانيات رضا سليم لازم ياخد في ماتشات الدوري، يلعب بشكل اساسي، يلعب المباراة اللي جاية قدام الاسماعيلي. ما تخليش دور رضا سليم زي دور كريستو مع الاهلي. ما تخليش رضا سليم ما يبقاش ليه دور ويبقى مهمش. لازم يكون موجود ان شاء الله بشكل اساسي في مباراة الاسماعيلي او في مباريات الدوري بشكل عام، علشان رضا سليم لاعب تقيل جدا يقدر يصنع الفرق. ده التشكيل الافضل والمتوقع للاهلي في مباراة الاسماعيلي. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. اتمنى من كل واحد بيشوف الفيديو ده لو لسه اول مره بشوف قناتي تشترك في القناه وتفعل الجرس